انت عارف حتى معاك انت كمان مع الدنيا كلها انا صريح جدا. طبعا انا كنت قاعد بين اثنين، نادي القناه والنادي المصري. اقسم بالله ان الاستاذ ياسر رئيس النادي المصري ادى صوته للنادي الاهلي. وانا اديت صوتي للنادي الاهلي، ونادي القناه ادى صوته للنادي الاهلي. اللي حصل ان طبعا كان في حاجه مش مظبوطه في بعض الركن، الكابتن محمود الشامي شافها ان في دخل واحد مدير نادي وغير ورق وكلام من ده في الاخر. فكانت النتيجه ان في 4 انديه جايبين 13 صوت. المفروض ان هم كان في تربيطه المفروض ان هم ال4 انديه في اخر التصويت، يعني التصويت انتهى. في اخر التصويت في 4 انديه وكان منهم النادي الاهلي. تمام. طبعا المنظومه من غير النادي الاهلي ما تنفعش يا كابتن. ولا النادي الاهلي ولا النادي الزمالك ولا النادي الاسماعيلي. كنا الاول بنختار 4 انديه، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد، وبعدين الباقي بيتعمل عليه قرعه ما بين الجيش لوحده والشرطه لوحديها، او هم بيتفقوا والانديه لوحديها. هو حصل كان مظبوط، وبالتالي كلنا اتفقنا ان احنا هندي ان النادي الاهلي يطلع بره التصويت الثاني ده. وفعلا كان الكابتن حسن متضايق وزعلان. بقينا انت شايف حضرتك يا فندم ان هو فعلا كان في تربيطات، في حاجه حصلت غريبه، ولا ده كان راي الانديه من دماغهم يعني، ولا في حد قال لهم تعملوا ان هم يختاروا الاختيارات دي؟ كابتن حازم بامانه هو اتقال ان احنا اللي عملنا كده، لكن انا اقسمت لك بالله حتى النادي المصري ده صوت النادي الاهلي. تمام. النادي المصري نفسه اللي عنده المشكله الكبيره مع الاهلي دلوقتي، النادي المصري رشح النادي الاهلي كمان. اداله والله رشحه. ويمكن الموضوع جاء من بعيد قوي، مش من عندنا يعني. منين طب يا فندم؟ كابتن انا طبعا انا شايف كان في مصنع كده بعيد اتشال ورق واتحط ورق. وكان في واحد نائب، مش نائب رئيس نادي، وكيل او مع رئيس النادي، كان واقف بيغير في الورق، وتقريبا احرجهم 3 أو 4 انديه حصل التصويت ده. لكن انا من رايي ان الموضوع مع ان هو بالتغيير برضه يا كابتن، يعني هو لازم يحصل تغيير في اللجنه. تمام، يعني كابتن حسن حمدي قيمه، لكن انت عارف ان برضه مجلس اداره هو دلوقتي على وشك انه يجي مجلس اداره تاني. فاكيد هيبقى في تغيير، لكن مش هيبقى فيه بالطريقه دي، يعني بالاسلوب ده. النادي الاهلي نادي كبير، ونادي الزمالك نادي كبير، ونادي الاسماعيلي نادي كبير. ما ينفعش ان انا اضحي بيهم لصالح احد الانديه الصغرى يعني. كلنا واحد، بس برضه يبقى فيه برضه احترام للكل يا كابتن. تمام. طيب يعني